السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم راح أسوي لكم كعك بالسمسم. طبعا كان طلب من أحد الخوات المتابعات، فهي ما حددت، يعني ما قالت كعك بالسمسم، قالت تريد كعك مال شاي. فأني هواية أنواع أكو من الكعك، فقررت أسوي كعك السمسم، وإن شاء الله مرة ثانية هم أسوي لكم أنواع ثانية من الكعك. فأحتاج لكعك أبو السمسم 3 أكواب من الطحين، و3/4 الكوب سكر مطحون، سكر عادي يعني طحنته بالطاحونة الكهربائية، وكوب من الزبد 200 غرام، وظرف فانيلا، وكوب من السمسم المحمص، وملعقتين حليب باودر، وملعقة صغيرة أمونيا. إذا ما عندكم الأمونيا تقدرون تستخدمون بدالها البيكنج باودر، بس هي الأمونيا تكون أفضل بالكعك لأن هي مخصصة للكعك. وعندي رشة ملح، وعندي هاي هنا طاحنة زيادة، يعني حاسبة حساب ملعقة زيادة مال السكر راح أخذها خليها ويا السمسم وأخبطه. وعندي مي دافي للعجن. هسه أول ما نبدي راح أضيف الزبد، طبعا الزبد بدرجة حرارة الغرفة، وراح اضيف وياه السكر، وراح اخلطه زين لحد ما يصير كريمي. هسه انخلط عندي صار بهذا الشكل. هسه راح ابدي اضيف الطحين كله مرة واحدة، والامونيا والحليب ورشة الملح، وظرف الفانيلا. راح اعجنه بيدي، واذا يحتاج مي راح اضيف له بالتدريج طبعا. هسه فركته صار عندي بهذا الشكل. راح ابدي اضيف مي شوية شوية واعجن. هسه العجينة صارت عندي جاهزة بهذا الشكل. شلون تعرفوها جاهزة؟ تاخذون قطعة تسووها بيدكم، من تجي هيجي بيدكم يعني هاي هي صارت جاهزة. هسه نبدي بالتشكيل. عندي هنا صينية الفرن خليت بيها ورقة زبدة وراح اخليها يمي. راح اخذ قسم من العجينة وراح ادعبلها بهذا الشكل. بهذا الشكل اجيب السمسم، راح اخليها بالسمسم، اضغط عليها شوية، راح تصير عندي بهذا الشكل. هجيب صينية الفرن وحخليها بالصينية. نسوي وحدة ثانية. نسويها هيجي. الحجم مالتها والثخن حسب ما انتو ترغبون بهذا الشكل. وراح اخليها بصينية الفرن. هسه راح اخذ قسم من العجينة خليها هنا، راح افتحها بالشيبك. هو المعروف عندنا بالعراق يعني الكعك هيجي شكله او السمسم، بس اني حابة اسوي اشكال يعني بالقطاعات اقطعه. هنا خليت هذا قسم من العجينة وراح افتحها بالشيبك.
هسه فتحت على هذا الشكل. كل اللي راح اسويه راح اخذ القطاعة وراح اقطع بيها هذا الشكل هم مال وردة. مال نجمة هم. بهذا الشكل. بعدين راح اشيل العجينة الزايدة هذا الشكل، وهاي العجينة الزايدة ما هعجنها بس اجمعها، حخليها هنا ويا العجينة الباقي. وبنفس الطريقة ناخذ القطع نخليهن بالسمسم ونخليهن بصينية الفرن. بعد راح اسوي لكم شكل. راح اخذ قطعة من العجينة راح اسويها هيجي بايدي بهذا السمك، راح اضغط عليها اسويها هيجي اصبع، راح اخليها بالسمسم وهم اخليها بصينية الفرن. هذا هم شكل من الاشكال. انا كل الكمية راح اكملها بنفس الطريقة وارجع لكم. هاي هسه عيني كملت الكعك بهذا الشكل. اني سخنت الفرن قبل 5 دقائق. راح ادخل الفرن فرن الطباخ، يعني ما بي درجات حرارة. راح اخليه بالفرن واراقبه وبس يستوي ارجع لكم واشوفكم شكله. وهذا هو شكلهن اعزائي بعد ما طلعتها من الفرن. بس عندي ملاحظة، ذني الصغار وخفيفات صارن فاستون قبل ذني الكبار وذني اثخن. فاني طلعت الصينية مال الفرن، طلعت الصغار خليتهم بالصحن ورجعت ذني القطع بالفرن عن ما استوى زين. وبهذا الشكل صارن جاهزات. اتمنى ينالون اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو المرجو الاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. شكرا على حسن المتابعة، مع السلامة.